شارع بورقيبة خلا على غير العادة من مشاهد الشرطة الأمنية، فالمتظاهرون هذه المرة هم الشرطة. التونسية فيها بوليس حص، واحنا ننتمون الشعب ومع الشعب. نحافظوا كبوليسية على كل نظام. تعبنا احنا بوليسية مضطهدين أكثر من الناس. يطالبون بالقطيعة مع الماضي وينعتون الرئيس المخلوع بأسوأ النعوت، ومثل الشعب لا يرضى بعضهم بالحكومة ولا برئيس الوزراء ولا حتى بوزير الداخلية. من زين العابدين هو زين الحراميين، ووزير الغنوشي معاه ايده وسخة. تقول كل ذلك من دفاع وأمام الملأ دون خوف أو وجل. أنا شرطية. ويقول هذا الضابط إنها ليست كذلك. نشكرك ماكس أمنية وأنت تسبش للأمن ما تعرفش. فتعاودها مشاعر أخرى. أنا مواطنة، أنا مواطنة تونسية. بعضهم حاول حصر المطالب في البعد الاجتماعي من خلال الدعوة إلى تحسين الأجور والانخراط في العمل النقابي. ولد سفلين ياخذ 3 أيام على خاطر أخته باش تملك، والآخر اللي أمه مريضة باش يروح يطل عليها يعزلوه. من دماء الشهداء. يوم تاريخي يقول من أقنعتهم هذه المظاهرة. هذا اليوم اللي نراو فيه أن جهاز الأمن الوطني ذهب مع الشعب، هذا يوم عظيم. فيما يراها من تضرر أمنه من الأمن محاولة للالتفاف على الثورة وللسيطرة على الوضع بالحيلة. كلمة حق مازالوا ما قالوهاش، حل أمن الدولة والمخابرات وشخصية مستقلة على رأس الداخلية ونرجع. مسيرات الشرطة واعتصاماتها في تونس انتهت طبعا دون اللجوء إلى الهراوات أو مسيلات الدموع والرصاص. الشرطة تتظاهر في الشوارع، مشهد نادر في العالم العربي. إنهم وطنيون وصادقون يقول البعض، ومسرحية هزلية سيئة الإخراج يقول آخرون. محمد عبد الله ممين، العالم، تونس.